انا سمعت عن الموضوع من البدايه، واول ما حد تحرك اولا انا لومت كل المسلمين واخص من المسلمين يعني الناس المرتاحين المهتمين بهذا الموضوع، انه مواقف معكم، يعني انت موقفكم ما يقلش عن موقف اي حد في الموجودين، ان انت جاي تحيي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم فرض عليك. وبنلجئ الناس لكلام المعاصرين، اذا كنتم مش قابلين لكلام المعاصرين زي الشيخ الشعراوي رحمه الله، اللحيه فرض جاءنا عن طريق السنه، وكلام الاسد رحمه الله الشيخ جاد الحق علي جاد الحق لما قال ان يجب على الجيش المصري كله انه يلتحي علشان نفوز علشان ننتصر. وارجع انه المسلمين خلفوا سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لحقت بهم هزيمه في ظاهره في احد لمخالفه سنه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا جيش هيحقق نصر. واحنا على فكره لحد الان ما حققناش نصر يعني. 73 دي جت بعد ما في 67 اتنكسنا، خد بعض المشايخ والى اخره راحوا الخنادق يقولوا يرجعوا الشباب للدين وينسوا ام كلثوم عبد الحليم حافظ والى اخره اللي كان سائد وكانت الله اكبر وكانت روح الجهاد وكانت فاللي بقوله لحضرتك اول ما سمعت عن قصتكم مباشره وانا حبيس اعمل معاكم انا مش قادر اعمل معاكم، ضربت عن الطعام علشان حد يجي، فبالفعل حد جالي ايه المطلوب؟ قلت له رفع دعوه قضائيه مستعجله على المدعو محمد ابراهيم وزير الداخليه، مني بصفتي عليه بصفتي، ومني بشخصي عليه بشخصي، مني بصفتي مسلما عليه بصفتي وزير داخليه، لانه حينما قال ان اللائحه الداخليه عندنا تقول انه ما لابد ان يكون المنظر لائق، ففي حاجه اسمها مفهوم المخالفه تقول اذن الملتحي منظره غير لائق. نعم، والقسيس يبقى منظره غير لائق برضه. فدي اساءه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اساءه للنبي وابو بكر وعمر وكل الملتحين، وحتى غير المسلمين الملتحين اساءه لهم المفروض يتحرك مع فطره. نعم النقطه الثانيه حضرتك ان هو قال ان اصل المساله هيبقى فيها تطيف. هو قال هيبقى فيها فتنه وتطيف. تمام. فانا رديت عليه برضه في البلاغ نفسه، اذا كانت المساله اظهار شعيره من شعائر ديني ومظهر من مظاهر ديني فيه فتنه، قلت له ارجوك الغي وامسح الصليب المتاشر على والصليب المتعلق في رقاب الناس، لان هم السلسله اللي فيها صليب اللي في رقبه الناس، والصليب المرسوم رسم يؤدي الى امراض، يعني خلي بالك لو كان الرسم ده احنا اللي عاملينه، احنا اللي بنعمله مثلا بنرسم هلال ولا بتاع مثلا يعني كده، يعني كان زمان وطلع لنا 600 طبيب يقول لنا ده هيجيب مرض وهيجيبوا فيه اضطهاد ضد الطفل وعنف ضد المراه وعنف ضد البنت، انك بتعمل لها الرسمه دي وبتعمل لها مش عارف ايه وبتقهره وهو صغير وما بتاخدش رايه الى اخره يعني. فعايز تطيب حضرتك خلاص من الاشاره دي خالص، لان هو بيسلم كده بيبين له انا ايه ولا ده دلوقتي. النقطه الثانيه هو قال في مؤتمر في اسيوط، وانا كنت لسه لازلت مضرب ورفع عليه القضيه رقم 1475 اداري المعادي، لان سجن طوره تابع للمعادي وشغال العمليه، ان هو قال حضرتك عليكم السلام الله يبارك فيك، لان هو قال ان دي انا سالت علماء المسلمين وقالوا لي عاده مش عباده. هو بقى نفسه يجيب لنا مين انا طالبت المطلبين. المطلب الاول طبعا انا عارف هو جابها منين الكلمه، انا عارف هو جابها منين الكلمه، ولذلك من يومها وانا بقول لاستاذ احمد الطيب انا بقول لاستاذ احمد الطيب لانه ليه بقى؟ هو قال عاده ولا العلماء المسلمين قالوا احنا نسال مين هم العلماء المسلمين كده؟ يا اما الحكم تتقول على العلماء، اما ان هو يتقول على العلماء وينقل معلومه للدين بالضروره، واما ان في بعض علماء سوء يطلع يقول لنا مين هم دول العلماء. انا عارف هو جابها منين. جابها من كلام شيخ الازهر لما قال انا ما بحبش الله ومش عايز التحم، بس انا مربيها كده. احنا في المفتي اللي راح ده بس انا مربيها كده. ده مشكله، احنا عايزين نعمل مشكله، بس انا مربيها لازم يشال من لازم يشال القضيه دي بس انا مربيها كده. ده مع مسجد القرآن ان شاء الله. بس انا مربيها كده. هو بيقول انا مربيها كده علشان يعني لا انا مربيها كده علشان عاده بيكون شيخ الازهر ملتحي وعنده خير الدقون اشاره تكون. سؤال بقى يا شيخ، فهو عمل ايه؟ فبناء عليها خد اخونا ده خد اللي هو محمد ابراهيم خد الكلمه دي منه وعملها.
رفعت عليه بشخصي ليه؟ لان كونك تقول اللحيه ومنظر غلاك انت اسأت الي وانا راجل ملتحي، فرفعت عليه علشان لما هيسيب الوزاره قريب، يعني لما هيسيب الوزاره ما بقاش رفع عليه بصفه الرفع عليه بايه؟ بشخصي علشان تفضل تلحقوا هذه القضيه. حتى يوم الدين هتلاحقوا ان شاء الله. انتوا تظبطوا حضرتك ان شاء الله. ولا دستوريا يقدر يشيل ولا دي حريه شخصيه، ومن باب الحريات الاربع اللي العالم كله بيطالب بيها، منها اطلاق اللحيه دي حريه شخصيه. ثانيا انت خش عليك كده، انا منظري غير لائق. تمام. انا دلوقتي أنا قلت له كده، انت أيوة. ما شاء الله ده انت عسل. يا اخي اثبت على الحق، اثبت على الحق. اصحاب الاخدود مش احسن منك. لا طبعا. قالوا في هذا الدين ان ان ثباتكم افضل من اصحاب الاديان الاخرى رحمه الله ورضي الله عنهم، يعني والحمد لله، يعني زي ما قال سيدنا عمر: الحمد لله الذي اراني على مسلم الخولاني. نعم. الحمد لله الذي اراني في امه محمد من يمشي على النار وانت على النار كمان كان سبب. اثبتوا يا اخي انت على الحق الموجود، واعلم ان اللي ركب دي هو الوحيد اللي هياخدها من مكانها. نعم. واللي شق الفم ده هيوصل له، اللي شق الجوف ده لابد ان يعبره، اللي شق الفم ده يوصله، وهي انفاس معدوده في اماكن محدوده، وربما يريد يضرك يوم ينقلك في مكان بتاع الكلام من ده مثلا، يجي يضرك هينفعك، لان هو سبحان الله هو يريد والله يريد، وهو يمكر والله خير الماكرين. فاثبتوا على الحق. وانا معكم، وانا عايز بس ارقام تليفوناتكم على اساس اتواصل معكم بسرعه. وانا بلوم على كل المسلمين ان ما فيش معايا. انا واقف معاهم الصبح، احنا معاهم. انا جاي من الصبح والله. انتوا قضيتكم. انا جاي من يا شيخ يحيى، انا جاي من المنصوره مخصوص لهم والله. ايوه صور. سؤال بقى، ايه الاولويات؟ السؤال احنا مثلا عن الشيخ حسن 70 او خيرت الشاطئ او غيره، دول دلوقتي ما فيش طعن على الماده 28، ما فيش طعن على الهيئه العليا للانتخابات. طب احنا نعمل ايه؟ نشوف مرشح تاني ندعمه، ولا نفضل واقفين في الميدان ونقول الشاطئ وحسن شرع 70 والكلام ده؟ يعني ندعم مرشح تاني، ولا اصل ما كده ما فيش طعن؟ بص حضرتك، اما ان نكون مقتنعين بالطعن اللي مقدم على المهندس خير الشاطر وعلى حسن صلاح ابو اسماعيل مستبعدهم، اما ان نكون مقتنعين ويكون حقيقه، واما ان يكون ذلك انا مش هنسكت على التصوير، لا احنا مش هنسكت على التصوير. فما انا بقول لحضرتك هو يجاوب مش قصه طعن، احنا اجاوب التصوير عيني اجاوب. هو بيسالني وانا اجاوب، معلش انا اجاوب. ولما يعني اللي اقصر فيه هجيب حضرتك تكمل لما يعني كمل لي القصور اللي عندي. انا اقول لحضرتك بدايه ننظر للناحيه المساله من الناحيه الشرعيه والفقهيه، ومن الناحيه الديمقراطيه واللي انتم بتقولوا عليها، تمام، اللي هم بيقولوا عليها الديمقراطيه والدستوريه. فلو نظرنا لها من الناحيه الشرعيه حضرتك، من الناحيه الشرعيه، هل في فقهنا وديننا الشرعي بيحدد جنسيه من يحكمنا؟ لو كان الامر كذلك ما حكمنا عمرو بن العاص في ازهى وافضل عصور مصر. اللي عايز ثواني اكمل ثواني بعد اذنك الشيخ يكمل لو سمحت. معلش يعني ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان تولى عليكم ايه؟ عبد الحبشيره سوق زبيب. حضرتك فالشهاده فمن الناحيه الفقهيه هنركنها عليها. تمام. هنيجي على الناحيه الدستوريه والناحيه القانونيه اللي انتم بتحكموا. الدستور انتوا قلتوا لنا وقلتوا انه المصدر الاساسي فيه في التشريع او الرئيسي فيه في التشريع هي الشريعه الاسلاميه. طب الشريعه الاسلاميه بتاعتنا بتقول مش شرط السؤال على الجنسيه. هنرجع بقى للدستور انك انت هتطبق حذافير والى اخره، وهتلغوا مش الماده ال 28 لا، ومش الماده الثانيه هي المصدر، وهتحط دستور من عندك وحطيت فيه ان يكون ان يكون ابويه ايه؟ ابويه مصريين. ما الهدف منها؟ الهدف منها اولا عشان نعرف ولاءك لبلدك وعدم ولاءك لاخوالك. يعني انا لو ام امريكيه قد يكون ولائي الاخوالي هناك، يعني انسان او ام تخرب في البلد علشان مصلحه الغير او كده يعني. فسؤالنا هل حسن اسماعيل مثلا ام امريكيه مولوده امريكيه بنت امريكيه ولا هي مثلا راحت حضرتك هنا؟ هنفرض ان هي حصلت على الجنسيه وكده. فنقول انه في عصر الظلم والفساد والاستبداد اللي حصل الفتره اللي فاتت ضد جوزها وضد ابنها حسن صلاح ابو اسماعيل، وهي دكتوره محترمه ولا خير مسافر، وهناك دعت فاسلم على ايديها 15، فقد تكون وجدت النفع هناك وبنتها مقيمه هناك وبتتعالج هناك والى اخره، فطلبت زي اي حد طلبت الحصول على الجنسيه. فهنا بقى القضاة بيحكموا بيفتتحوا الجلسه، وانا حضرت 9 جلسات في القضيه بتاعتي. فالقاضي القضاء اول ما يحضروا رئيس محكمه جنايات الجيزه بعد ما بيقول بسم الله في سر بيقول باسم الشعب فتحت الجلسه. فانت بتفتتح جلساتك باسم الشعب، فاحنا بنقول لهم الشعب هيجي شخص ما قالوا كان شاطر كان حسن اسماعيل كان او يريد